مساء الخير. اكو فيديو انتشر بمسلسل وطن بيحكي عن الاحتلال وعن المقاومة. تمام؟ فالناس اتهموا مهند، قالوا له انت جاي تقلل من المقاومة وكذا وكذا. الدراما دائما معروف عنها تجيب الرأي الموجود، فهو هذا الرأي موجود عندنا بالشارع، ناس مع المحتل يقول لك انا شو اسوي، راح احارب امريكا، هاي امريكا وش اسوي لها؟ والجزء الاخر لا، يقول لك انا مقاوم، هذا محتل. بالدراما من يكون حوار اني وانت، من نتناقش بموضوع، تمام؟ انا وياك مختلفين برايي، مثلا انت مع الاحتلال وانا مع المقاومه، من نتناقش انت مخلي المسدس براسك تريد تقتلني، من اوصل الى مرحله احكي وياك والقيت عليك الحجه، انت اقتنعت واخرت المسدس مالتك، اذا انا انتصرت مو انت، يعني رايي فرضت عليك، قناعتك بي. فاذا نرجع للمشهد بين زهراء بن ميم وبين مهند بالنهايه قنعها ان قالها انا مو ذنبي، انت جيت بالمكان الخطا وبالزمن الخطا، انا كان اكون انقلاب، انا ضد الاحتلال. هنا هي اقتنعت. اذا نرجع للمشهد ونحلله ونفككه، نشوف مهند كان يدافع عن المقاومه، والمقاومه بالمناسبه هي مو بس اللي هسه دائما جاي نشوفها ويقول لك لا الفصائل، لا لا لا، المقاومه بدات من 2003 الى هذا اليوم. السنه قاومه، المسيح قاومه، الشيعه قاومه، واكو مقاومه سياسيه واكو مقاومه عسكريه. فالولد ما غلط. هذا شنو يبين من راح اذكركم بالموضوع السابق اللي قلت لكم، حرب البيجات، التسقيط، المخرجين والمنتجين بيناتهم، واحد يسقط بالثاني. فلذلك مهند نشر صوره وكاتب طعنتوني بظهري. اذا اكو ناس قصوا هذا المقطع وروجوه على اساس هو شنو؟ ضد المقاومه ومهند مع الاحتلال. انا رجل دائما انقده وقأس وياه بالنقد مهند، ويجوز حتى واصل مرحله ان انا اكره هيك، يعني هو برايي او متقصده او اسقطه، بس كلمه الحق تقال. المشهد سليم جدا، ما بي اي مشكله وما بي اي تفصيله غلط. فانا رسالتي الاخيره لكل الفنانين، لكل المخرجين، انا ما عندي مشكله مع احد، انا عندي عمل جاي احلله، مشهد احلله، اداء احلله وبس. اليوم ضيفنا وجه جميل، ممتع، لطيف، ممثل بارع وجيد جدا، مرتضى حنيص. خلونا اليوم نستمتع ونسولف وياه عن كواليس الاعمال اللي نزل بيها، وان شاء الله يعجبكم الحوار. رمضان كريم. رمضان كريم. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ نعم بخير. نورتني. الله يحفظك صدام، اشكرك. خلي على راحتنا نسولف. لازم. مو؟ طبعا. الساتر الغربي. نعم. وروح. نعم. الساتر الغربي ما شاء الله. الحمد لله. اكو تفاصيل حلوه، اكو ردة فعل حلوه، والكاركتر اللي مجسده نعم. هو صعب. اي. يعني الشيخ عشيره. نعم. واللغه واللهجه وروح بعدنا ما شايفينها. اعتقد اليوم اول حلقه اليوم اول حلقه. اليوم اول حلقه. فخلينا نسولف على الساتر الغربي. نعم. وبعدين نحول على التفاصيل الباقي. الساتر الغربي، بداية تحية لكل الكادر اللي اشتغل بالساتر الغربي، وتحية أكبر لأهل حديث تحملونا وساعدونا بكل اللي يقدرون عليه. ناس ما قصروا بأي شيء للأمانة، وهم حديثة كمدينة، مدينة يعني صدام إذا تطلع على مأساتها الحقيقية وتشوف ناسها، يعني ما أريد أجزم، بس يعني أقول في 90% كل بيت أكو شهيد، كل بيت فعلا كل بيت أكو شهيد. مدينة وصلت بها المرحلة يعني طابخين الجت حتى يأكلون بأيام الحصار. مدينة اللي عجبني بيهم وفائهم، عندهم وفاء للمرجعية بطريقة عجيبة، تفاجأت بيه بصراحة، ومو جديد عليهم.
بس ناس من سالناهم بس وقعدنا كمعلومه نتعلم. عرفتها انت يعني. اي من قعدنا تعرف احنا رحنا اكثر من مره الحديثه اني ومهند طيب والمخرج محمد جعفر، فالتقينا باغلب اهالي حديثه. الروحه الثانيه لا رحنا انا واستاذ اسيا كمال واستاذ باسل شبيب، فالتقينا باغلب الناس يعني يحجون طابخين الجد خطيه، فسالناهم من ضمن الاسئله انه من يساعدكم؟ الكل بنفس واحد انه يشكرون من المرجعيه، فهذا عجبني الوفاء. تعرف اكو هواي ناس مثلا تقدم له مساعده بالتالي ينكرك. صح. اي لا عجبني وفائهم. حسينا ان المدينه تستحق، مدينه محبه للحياه بطريقه عجيبه يعني. هي حتى تفاصيلها حلوه. مدنيه جدا، تفاصيلها بطبيعتها حلوه، ناس مثقفين هواي متخرجين من عندها، وناس يعني هالنخوه وزلم وقفوا وتكاتفوا وقصف وهاونات يعني هم حتى الدواعش نزلوا بيان خاص بحديثه يعني موجود باليوتيوب تقدر تسمعه وما قدروا لهم. وكم يوم الحصار؟ سنه وممكن 6 اشهر او 7 اشهر تحاصرت سنة المدينه. و6 اي طبعا تحاصرت والحياه شبه معدمه يعني. واصل كيلو الطحين واحد من الاهالي يعني هاي حادثه واصل من تسويق سيارته حتى ياخذ كيلو كيس طحين وماكو. الله اكبر. اي والله وماكو يعني. يعني خذ لك واحده من الشخصيات طبعا اللي جسدها استاذ مازن، شخصيه حقيقيه اللي هو الشيخ بتال النجم. هو الشيخ بتال مو والد وزير الصناعه؟ والد الدكتور خالد بتال. احنا مرمزين لشخصيه خلدون اللي جسدها بطريقه تجنن يحيى ابراهيم. هو الوزير الدكتور خالد. ابوه هاي شخصيه يعني موقف حقيقي، استشهدوا 2 ولده ما سوى فاتحه، قال فاتحه ولدي على الساتر. اللي يريد يعزيني بولدي حكى الحوار استاذ مازن، قال اللي يريد يعزيني يجي على الساتر يعزيني بولدي. خذ لك هيك ناس يستشهد اخوه ولده وخلص دفنهم وروح رجع قاتل. المدينه اهم. ناس ما خلوا المدارس تنسد، قتال وكذا وهم واقفين لا يعني حديثه طول فتره الحصار هي باقي المناهج وامتحانات وتجيهم اسئله ويمتحنون الطلاب وهذا نجح وهذا رسب. يعني الحياه مستمره الحياه عندهم، بس الساتر دائما داير حديثه مآسي. زين هي الحصيله ما عرفتوها ايش قد كم شهيد بهذه السنه يعني والله قالوا لي بس يعني ما نسيت الرقم، بس يعني قلت لك تقريبا 90% بكل بيت حديثه عندهم شهيد. زين سؤال قبل لا ندخل بتفاصيل العمل، قصه من سمعتها تاذيت حيل. نعم. وتمنيت تنوجد بالسيناريو او تنذكر بالعمل. مرت عليك قصه وجعتك حيل من قعدت ويا الاهالي وسولفتوا فت قصه يعني حسيتها فت شيء ما يستوعب العقل؟ اكو واحد ما راح اقول اسمه من الابطال الحديثه اللي قاوموا، اخوه كان ويا الدواعش، فاخوي يناديه يقول له راح اذبح راسك يا زنديق. الله اكبر. اي طبعا. هذا مجاوبه قال له راح اقص راسك واخلي جوا رجل ابوه. وبعدين انقتل ذاك الداعش. لا اله الا الله. اي طبعا. يعني ومن حكى لنا اياها انه قال هذا اخويا. قلت له ما رف قلبك كذا، قال لي خان مدينه وخان وطن. هذا قال خان عشيره كامله. شنو انتمائهم؟ شنو حبهم لوطنهم، حبهم لقاهم. يعني وقلت لك ما قدرنا نسويها من طبخه والجد سووا مرقه حتى الاطفال ياكلون. ما قدرت تترجموها؟ اي يعني هسه من نحكيها هواي ناس هسه قاعدين مخلي طبعا تعليقات ما احكي لك يعني هسه يقول ده تبالغون، بس والله هي الحقيقه وربع الحقيقه احنا مطلعين. بدنا نطلع الحقيقه كامله مأساة. طبعا هي احنا اخذنا حديثه كنموذج، طبعا هو اللي صار بالعراق صارت مآسي يعني هذا مو معناه انه بس حديثه اللي هي قاتلت وقاومت وطت شهداء، لا ما هو العراق كله طت شهداء والموصل والصار بيها السبل على الايزيديات، المناطق الغربيه كلها ولدنا اللي راحوا من الجنوب من الوسط اللي راحوا ضحوا بدمائهم من اجل هاي الارض، بس احنا كنا نحكي عن مدينه واحده عن حديثه، هو موضوعنا عن حديثه. فطلعنا على هاي تفاصيلها. تتفق وياي ترويج العمل انطلاقته بدأت من مشهد المندلاوي رحمه الله عليه لاستذكاره؟ شوف يعني حضرتك سيد العارفين اي مسلسل ان اول حلقتين يجوز حتى الثالثه هن فرش، يعني تعرف هاي الشخصيه منو. نعم. هاي بيا مدينه دي يصور بيا حقبه بيا فتره. بالثالثه
زمن ظهور الشهيد علي النداوي وكحيل فدوى لله كحيل. لا، هو يعني ممتع كان به. شوف بالمناسبه بالصدفه ما نعرف احنا، بتعرف متعاونين مع وزاره الدفاع ومشكورين، يعني وفروا لنا كل شيء وزاره الدفاع والداخليه، بالاضافه الى الحشد الشعبي، يعني الحشد العشائري اللي هناك. ردنا جيش يجون، يعني حتى المشهد وجيت علي النداوي والهمرات بالصدفه دزوا الفوج اللي كان امر علي النداوي. صار المشهد اباوع كلهم يبكون، قلت لهم وش بيكم اثر بيكم؟ قالوا احنا كنا ويا علي النداوي. قلت لهم شنو؟ قالوا هذا علي النداوي مو ممثل. الله. اي كحيل اتقن الشخصيه، يعني تصوف كحيل، تصوف حقيقه، تصوف وتفرغ لهذا الموضوع. وهي الشخصيه تستحق طبعا هذا واحد. طبعا من تكون مجتهد بها وتعطيها بالصوره الحقيقيه، هو انتصار إلك لتخليتها. كحيل انا اعتبره العمود الفقري للساتر الغربي. يعني لو كحيل ما موجود كان مشاكل صارت عندنا هوايه. كحيل هو المسؤول على تدريب الممثلين. احنا عندنا يعني شوي خلينا نطلع من الموضوع. عندنا فكره مغلوطه انه اكو هواي ممثلين يقول لك شنو يجي واحد يدربني؟ لا، هو مو مدرب ممثلين، هو ما يقول لك شلون تمثل، ما يعلمك شلون، هو يعيشك بالجو، يوصل لك الحاله النفسيه اللي تساعدك ان تأدي صح. كحيل كان ويا حتى الكومبارس ياخذه على صفحه ويشتغل وياه اقل شيء في نص ساعه، يمرنا ابتداء بينا كنا الممثلين من استاذ مازن لاليكس ليحيى اللي المهند الشاهند الاحمد صبيح الصفا، كل الممثلين ويا كل واحد. يعني كحيل كان يتمرن ويانا قبل التصوير يمكن 10 ساعات، مخصص كل ساعه الممثل وكل ساعه الممثلين اثنين. انت تجي هاي الساعه مشاهدك تتمرن عليها وتروح، وكحيل باقي على مدار اليوم. وانت لا تنسى كحيل من اهم مخرجين جيله طبعا بالمسرح. طبعا واحد من اهم المخرجين بعد 2003 مسرح. كحيل من كان يعرض عمل يعني تفاصيل. ماكو ترند كان بوقتها، بس هو كان ترند. اعمال كحيل كان ترند، وترند حقيقي يعني. أي. يعني ترند حقيقي. وكنا كممثلين من كنا بايام الكليه تتذكر كنا نتمنى نشتغل ويا كحيل. صح. ماكو ممثل من تقول له يقول لك انا اتمنى اشتغل ويا كحيل. وانا راح هذا الكلام حتى اسال سؤال. اي بالتالي ترى انظلم تحيل. اي ما تليق بهاي المفرده. ما اعرف يعني اني هاي التسميه ما تليق. شوف احكي لك صراحه، يعني مهند كلش يحب كحيل وحاس ومقدر اهميه كحيل ووجوده بالعمل. شلون فاتته ما اعرف. بعد العمل خلصنا تصوير راح مهند الايراني كمل مونتاج وكذا، فما يعني ما سولفنا. بس هي يعني اباذر اول عمل ممكن اباذر وحيد، وهم حلو اشتغل الشخصيه اللي اي نعم. اوكي يكتب عنا الممثل الواعد. بس كحيل بال 2005 بطل مسلسل عرض على البغداديه بيت البنات، كان بطولته هو اعتقد هو غسان وجرير. اي نعم. تكتب عليه ممثل واعد يعني ما حلوه كانت. بس ولا تنسى هو مخرج هو مدرب الممثلين كذلك، واخرج الوحده الثانيه. اخرج الوحده الثانيه. يعني هو التايتل بيه مشاكل التايتل. يعني خليني احكي على تفصيله كحيل انه هو اسم الممثل الواعد. ما اعتقد كانت بها قصديه من مهند ان يصغر كحيل او كذا، بس هي فاتته. لا انا ما جاي اقول قصدي، بس اقول انظلم بالتايتل. اي طبعا ظلم كبير، يعني ظلم كبير. شنو كحيل ممثل واعد؟ وانا اعرف نوايا مهند اي يعني طبعا. واحنا هسه نحكي قلت لك احنا نتمنى كنا نشتغل عمل اخراج كحيل. اي طبعا. لا كحيل يعني الله يوفقه. سولف لي على شخصيه الشيخ. شخصيه والله بصراحه خفت منها. ما هي صعبه طبعا يعني خفت من عندها. مثلا انت مو تجسد شخص ما موجود، للان موجود وللان عنده ثقل بحديثه. يعني هو واحد من اهم شيوخه، وواحد اللي هو كان يقود الساتر. هو كان بعمرك؟ هو ذاك الوقت؟ اي هو احنا نفس العمر يعني تقريبا. اكبر مني هو، بس بذاك الوقت اعتقد كان بعمري يعني. شخصيه مؤثره وشخصيه نحسب لها الف حساب بالوسط السياسي وبالوسط العشائري وبكل مكان. شخص هو اللي قاد معارك حديثه، هو اللي كان القائد الحقيقي بحديثه يعني، ووحد ابطالها. وهو اصلا مشاكله مو بدت بداعش، هو عنده مشاكل ويا القاعده. هو ابوه يعني استشهد على ايد القاعده. طبعا ابوهم كان ضد القاعده وكان يقاتلهم. فهو يعني القاعده من زمان ويا القاعده عنده مناوشات ومشاكل وكذا. فمن صارت مال داعش هو وقف وخطب بنص المدينه وجمع الناس وطلع قاتل. هذا المشهد مالتك اللي مال الخطبه طبعا. بس اخراجيا انظلم.
يعني كان المفروض هذا يتصور بحديثه. وين صور هذا؟ تصور ببغداد. مو المفروض حسيا وتفاعل مع أي الشخصيه اي والجمهور؟ هو كان المفروض حتى يتصور بيسموها ساحه الصمود الان بحديثه. هي الساحه اللي خطب بها الشيخ عواد. شلون فاتتكم؟ اخذنا الوقت. كنا نصور وهواي اعتنينا بالمشاهد وبالتصوير. ما حسبنا حساب انه عندنا كادر اجنبي اللي هو الصوره والصوت كلهم ايرانيين والاضاءه. ما حسبنا يعني فاتت الانتاج يعني يحسبون انه عندهم فيز تنتهي. فانتهت فيزهم. فبعد بقائنا شنو بحديثه، فكل الكادر رجع بحديثه. تاخر الموضوع ما بين يرجعون ما بين كذا تفاصيل كتابنا وكتابكم. هواي ممثلين ارتبطوا والمخرج ارتبط بعمل اخر. صار على عجاله انه لازم نقفل المشاهد حتى ندزن، لان رمضان ما باقي له 3 ايام 4 فتصور ببغداد. هو كان مرسوم له انه يصور بحديثه بنفس الساحه الان يسموها ساحه الصمود قلت لك. وكان المفروض الانتاج يوفرون كومبارس بال 200 واحد بالاضافه الى الحديثه، لانهم الخطب كانوا بال1000 واحد واقفين. وكان المفروض يصير استعراض للساحه والدرونات تشتغل وكذا، بس يعني مع هذا المشهد ادائيا حبوه الناس شويه، كان مقنع. بس هو لو بالتصوير اللي ذكرته ايه لا كان غش، مو كان غش. فدائما هسه راح نرجع ان اكو هسه اكثر من عمل اكو هفوات بالانتاج. يعني مثلا انا كمنتج او كمدير انتاج نعم. من عندي فريق اجنبي اي المفروض انا مدستر اموري. يعني ما تخلص الفيز وانا ما ادري بيها. اي شوف الطيب برودكشن اللي هي الشركه اللي المنتج المنفذ يعتبر اول عمل لها. باول عمل لازم تصير هفوات، تكون ما محسوبه، تكون كذا، وما حد يتعلم اذا ما يخطأ. ما دا دافع. لا من قبل احنا جاي نحكي عن عمل ناجح. اي المفروض كل شيء ينحسب له حساب. هو يحسب لهذا الشركه ان هذا اول عمل بالضبط، طلع بهذا الكواليتي يعني طلع بهذا الكواليتي وسط زحام من الاعمال مع ناس محترفين. لا يعني واعمال هواي. اي يعني احنا هو برز طبعا. يعني احنا كنا نلعب قدام الدوري الانجليزي، يعني ماخذ الدوري قدام وينحكي بينا ونشاف مشاهدات الحمد لله والشكر. ونقال على كحيل خوش ممثل، ومرتضى ممثل حلو، يحيى ممثل حلو، مهند نوعا ما، اليكس كلش حلو. هن ذني يعني. بس ماكو عمل ما بيها فوات، وما اعتقد شو وقت نتخلص من عندها. يعني ما اعرف انا اليوم شغلي كممثل اتقن الدور، احفظ، اعيش الشخصيه، اتلبسها، اروح ابحث، اروح اسال، اروح اختبر نفسي. هذا شغلي كممثل. المخرج يهتم بقطعاته، بزوايا الكاميرا، يهتم باداء الممثل، المصور كذلك. انت مدير انتاج شغلك يعني تنظم وضعك. يا اخي ليش ما تنظم وضعك؟ يعني اني طبعا ما احكي عن بدي احكي عن بصوره عامه. بصوره عامه انت مدير انتاج تقبل اني امثل مشهد مو حلو؟ لا زين ليش انا اقبل انت تقصر بمشهدي؟ لا تجيب لي كومبارس على سبيل المثال، تخليني استعجل، يلا بسرعه بسرعه خلصونا. ليش؟ انت ليش تريد من عندي انا امثل لك صح؟ وتريد من عندي اجيك بالوقت المحدد، وتريدني ابقى مرتبط وياك وما اخرك وامثل حلو مثل ما قلت، محافظ على راكوري ومحافظ. وانت لا هسه علي من ليش هذا خلينا ناخذه بهاي الزاويه المشهد. والله ها انت محضر لوكيشن، ليش تريدني انا امثل صح وانت ما تحضر لوكيشنات؟ ليش تريدني امثل صح وما تجيب لي مدير تصوير جيد؟ ليش تريدني امثل صح وما تجيب لي ابو صوت جيد؟ ليش؟ هذا كلها مقومات نجاح العمل. بالضبط بالضبط. يعني اكو ثقافه عند بعض مدراء الانتاج عندنا يقول لك انا حتى اكون مدير انتاج ناجح. خلينا نطلع فاصل نرجع حتى تكمل سيرتك براحتك. تمام حتى تعطيها مساحه اكثر. تمام. فاصل وراجعين. انا اسف قطعت الحديث وقلنا نطلع فاصل حتى نعطيه مساحه اكبر. تمام. يعني قلت لك اكو ثقافه عند بعض مدراء الانتاج حتى يكون مدير انتاج ناجح، قياسه بالناجح يدزون عليه بالعمل الجاي. انه ايش قد يوفر فلوس للمنتج يرجع له. هاي على حساب شنو؟ قصدك ايش قد يستفاد؟ خلينا نقول هسه ما اقول ايش قد يستفاد، بس هو ايش قد يرجع. طبعا هسه لو يستفاد اهون، راح اقول اخطر يعني اتعس. هو يرجع فلوس من الميزانيه الجايته يرجعها للمنتج مقابل شنو؟
مقابل بدال ما يجيب صدام ممثلين، على سبيل المثال صدام طلب $1000 على الحلقه، يجيب مرتضى اللي يشتغل $50. وكان ما يجيب حيدر مدير تصوير مهم ويطلب اجره فد $10,000، يجيب فلان اللي ياخذ $1000. بكان ما يأجر لوكيشن جيد وناجح وصالح وتقدر تمثل به براحتك وتستخدمه براحتك، يروح يدور لوكيشنات ببلاش. رغم مرتضى انت جاي تحكي، انا جاي اشوف ارقام جاي تصرف او يعني ينطوها للاعمال، نعم. يعني لا باس بها. لا ميزانيات كلش زينه دا يعطون يعني 800 مليون، طبعاً. 850، اكو طبعاً. مليار، اكو طبعاً. مليار ونص. طبعا مو طبعا. اكو $500,000 اي مو؟ طبعا اي العمل هذا $500,000 جاي نحكي عليه استاذ الغربي. اعتقد ايه. يعني 800 مليون، يعني بالمليار. اي صح؟ صح. بالمقابل هسه ما جاي نحكي على السياسه الغربي، أي. جاي نحكي بشكل عام. طبعا. يعني من تجيك هيك ميزانيه، يعني انا كمنتج هسه لو نفرض يمكن اطلع احلى عمل، خل استفاد. مثلا انا لو انا عقلي تجاري، يعني ما اريد اقول انه دا دافع عن الساتر الغربي. الساتر اذا تقيس ميزانيته بالاعمال اللي تقدم الان اقل ميزانيه الساتر الغربي. المفروض ياخذ اكثر لان هو باكشن واذا وبتفاصيل. تقيس، اذا تقارن تشوف تاثيث المشهد والاشياء الموجوده بالمشهد مقارنه بباقي الاعمال مع جل احترامي لها، لا تشوف الصرف واضح بالساتر الغربي. والله مو دفاعا بس هاي حقيقه. يعني لو غير جهه، لو غير شركه ماخذته، لا الله وكيلك يخلصون العمل هنا. شوف لنا اي شغله على قولتهم انا قريبه بنص ساعه من بغداد ونصور. لا رحنا وتكاليف ونقل وسكن واكل وشرب ولوجستيات وكذا. بس هي قلت لك باقي الاعمال المدير الانتاج ما يهمه، على قولته يقول لك العمل مبيوع. كم سيناريو قريت ورجعت هاي السنه؟ احكي له بصراحه. لا هاي السنه ما رجعت، العام رجعت قبلها. هاي السنه سالفي امرني مو انا رجعت، هم رجعوني. خليني اكمل انا اجيك. هم رجعوني مو انا رجعت. امر لي انت اول المرشحين نعم لدور البطوله، اي صح؟ اي. وانت باستحقاق، لان كاستنج ما رحت، الكاستنج ما رحت بواسطه. كان بشير الماجد المخرج كان المخرج استاذ ابراهيم احمد، كل التحيه والحب له. الاستاذ المشكور مشكور، يعني انا احب الوفاء. شكرا لثقته. نعرف كنا بمزاج بشير الماجد، واحد سينمائي وما يعجبه العجب. صح. ما يعجبه العجب. شكرا لان وثق بي، انا دا احكي واباوع على كاميرتي، يعني هاي رسالتي له. شكرا لان وثق بي وحسنا انا ممثل جيد، وجازف ورشحني لشخصيه ما تتخيل ايش قد رائعه. انا قارئ سيناريو، ما تتخيل السيناريو ايش قد رائع، وايش قد سبحان الله. انا ما عندي علاقه بجعفر تاي، صارت بعدين بالعمل. بالك مكتوب عليك، يعني اكو اشياء بالنص اللي خلتني احبه واتعلق به. رافد ابو احد، ابوه معدوم وانت ابوك معدوم. احكي السيناريو. اي ابوه معدوم وانت ابوك نعم. معدوم. اي وهو رحلته البحث عن قاتل ابوه. اي صح؟ طبعا. وهاي يعني قريبه على شخصيتك جدا. صح؟ حتى اكو اشياء عند والدته، الله يحفظ كل امهاتنا، صار نفس الموضوع عند والدتي يعني. بالضبط. اي نفس الشيء. فقلت لك اكو اشياء، يعني اكو مشهد هو يحكي، رافد يحكي قبر ابوه. انا نفس هذا المشهد بال 2006 صدام قاعد قبال قبر ابويا واسولف وياه. فمثلا لو صدام كاتب العمل اقول صدام يعرفني، يعني قريب من عندي، وياي بالكليه مشتركات اكو صله قرابه وكذا. بس الولد جعفر ما يهمني. قلت سبحان الله. جيت اتصل بي بشير الماجد، صار لقاء مع المخرج باحد فنادق بغداد ساكن بيها. اوكي استاذ، ثاني يوم بالشركه صار الموعد. قال لي ممكن اشوفك بهذا المشهد؟ سوالت يسال عن المشهد، تفضل تبوقع. فاجا المنتج قال له شنو؟ قال له احنا لازم نشوف 10 شخصيات. قال له لا، انتم شوفتوني صور، شوفتوني فيديوهات، شوف فيه هواي ممثلين صورهم واعمالهم وكذا، ومن ضمنهم شغلي وصوري. فهو قال لهم هذا الشخص، قال لهم شفته بالحقيقه سويت له. فخلص هو رافد ووقعت. موقعه طبعا.
بعد اسبوع 10 ايام قالوا يابا احنا نريد نسوق العمل نبيعه وكذا، والممثل العراقي ما يبيع، نريد نبيع القنوات عربيه وكذا. قلت له صح. قال فاحنا نريدك تساعدنا موضوع جهه الانتاج. قلت له شنو؟ قال احنا نريد نجيب مصطفى زماني زين. حتى نبيع بيه. قلت له والله دا شايفين الموضوع هيجي، فهذا النص مالتكم ومع السلامه. قلت وجه وطلعت. لا مطاك غير جايك بالحكي. اي. رحت دا اصور بس لي امانه، كنت اصور مسلسل الخوات ويا آل حسين. سبحان الله كملت التصوير، باكر طيارتي ارجع لبغداد، جاني تليفون من المخرج استاذ احمد. كيفك شنو؟ فرحان كلش. قلت له شنو؟ قال لي الشخصيه رجعت الك. قلت له شنو اللي صار؟ قال يعني خلاص انت رافد، فباكر لازم تجي للشركه. قلت له انا باكر طيارتي. قال لي ارجوك من المطار تجي قبل الشركه. تمام. شنو الموضوع؟ قال لي مثل ما اقول لك. فعلا من المطار قبل جيت للشركه. قال لي طب وجهك توقع. يابا شنو؟ قال لي خلاص. قلت له علي من اوقع؟ العقد القديم موجود عندهم. قال لي لا لازم عقد جديد. كان المسؤول المالي على العقود ما موجود. يابا باكر العقد. يابا اوكي. انتظر منكم تليفون. يابا اوكي. ثاني يوم ما خابروني، ثالث يوم ما خابروني، رابع يوم رحت. ها والله احنا ما خابرناك، لان كان مصطفى زماني ما يرد علينا. البارحه جاوب قال موافق. موافق. بعد جت المالكيه هديت الناس، هم مستوعبون يعني، وما اعرف كانوا لا هو حاسين. التصرف مو صحيح. اي حاسين بخطأهم كذا يعني. هديت وطلعت. رجعوا ورا يومين خابرني المخرج المنفذ الحبيب وضاح سوري، واحد فنان راعي يجنن صدق. انت وين؟ ما ادري شنو. قلت له انا بقهوه كتاب. قال لي جايك. اجاني قال لي استاذ احمد يريد يجي وكذا، بس احنا خايفين. قلت له انا فشل استاذ احمد يعني شلون؟ قلت له هذا مخرج كبير واستاذ وكافي كسبته صديق لي. قال لي اريدك بموقف. قلت له شنو؟ قال اكو شخصيه بالنص هي توازي رافد بالحقيقه، اللي هو وسام، مقدم وسام او رائد وسام، اللي استاذ كاظم هسه. لا مثله فؤاد حنون. فؤاد. اي ناسبه مطي اداء يجنن. اي لا شخصيه كلش حلوه، وانا فرحت من جابوا فؤاد. صار له هواي فؤاد ما طلع. اي فؤاد يستحق. فؤاد ممثل. اي مهم. وتجي بشروطك، الاجر اللي تريده، اسمك بالتايتل انت تحدده، بوستر خاص بيك، تيزر خاص بيك، برومو خاص بيك، ذني اشياء كلها انه ينكتبن بالعقد. وهاي فرصه وما اعرف ايش وكذا، وهاي شايف القابل وادور حجه ان اعتذر، مستحي، ما اعرف ايش، ذاك الموضوع يحز بداخلي. والله يعني قبل لا يصير مشاهد تصوير، هم صوروا بعد، قبل لا يصير مشاهد تصوير الشخصيه البلوك مالته، صار عندي عارض صحي يعني، وعلى اثر المفروض اسوي عمليه. فشايف واحد يقول الحمد لله والشكر تمرضت. قلت له الحمد لله والشكر رب العالمين. قلت له يابا انا هذا ظرفي. فطيت النص و يعني متألم، لان ما اعرف هو الجمهور يحكم. راح اسالك سؤال. اي الله يستر. هو اتهام. اي بس انت حتى لازم تبرره. طبعا. يقولون من صارت المشكله مال السيناريو. اي سيناريو؟ بين فاضل حسن وجعفر. اي يقولون اللي سرب السيناريو كاملا مرتضى حنيص. المن؟ اللي فاضل ووزع يعني. ابدا. انا جاي احكيها حتى انت تسولف. يعني اول مره اسمعها من عندك. اي. السيناريو عندي مطبوع، وعندي على الواتساب. اقسم بروح حسن وتعرف صادق شنو. اعتقد مصطفى اخوي ما شايف. مستحيل يعني. واعتقد جعفر وفاضل اثنين اصدقائك يعني. وانا تفاجأت بصراحه، تفاجأت من لقيت فاضل ناشر هذا المنشور على الفيس. هو لذاك انا دخلت وقعدت وياه بالضبط. اي وانا خابرتك قلت لك عاشت ايدك شفت فاضل بقهوه كتاب. قلت له فاضل شنو؟ قال لي ايه. قلت له والله ما اعرف. قلت له كلمه الفاضل. قال لي ايش مكتوب على السيناريو؟ قلت له ورشه ميم جعفر تايه. قلت له ليش انت موجود بالتبكا؟ قال لي انا كاتب.
قلت له والله ما ادري يا اخوي. من قعدنا؟ اي قعدت الطرفين، تمام. لان الشركه ليش ما والطرفين. مخابرني قايل لي سوالف؟ ليش طام عليه؟ لا مو نشرت بوقت خابرتك لا عرفتك من حليتها. اي عبالي لا حكيت بالقعده حكيت قالوا مرتضى مسوي لا الموضوع. لا لا يا عبالي دا اقول لا مو هيك. اي فقلت اسمع الطرفين بعد ما أي. قريت نصوصهم، قريت نصوص فاضل وزياد النداوي نعم. اي زياد النداوي كان. اللي كانت الشخصيات، بناء الشخصيات ومختصرات بسيطه. هو حتى توضح لي فكره، وقريت السيناريو حتى كامل. توضح لي فكره. إيه. هو فاضل كان مشارك بالكتابه لو كاتب شيء مشابه. لا لا اخويا مو جاي يجيك. ها. بس انا ضيف وانت اي مقدم. بعدين اي تحول. اي فمن قريت اكو تشابه، يعني هاله موجوده. ها. اي رافد موجود. هم يعني شخص هم بدايه السيناريو نفس تفاصيله نفس لا اشياء. لا بدايه السيناريو الشخصيات ورسومها فاضل وزياد وجعفر، وبعدين مكملين. بس تمام. مكملين على غير قصه، على غير تفاصيل. ها جعفر كان وياهم. هم بنوا المشروع جعفر وزياد وفاضل. حلو. تاخرت الشركه، تعرف الشركه مو تتاخر. طبعا. مناسب اصلا انا الضيف. انا اقول لك خلينا ناخذ فاصل حتى ترجع تكمل الموضوع. لا تكمل انا حتى تبررنا هسه نبيت على قولتهم نبيت ترقع عليه وتسكت. ف جعفر قام العمل ما صار. أي. وصدق انه تاخروا عليه. طبعا. فمن رجعوا قالوا له اوكي ايه. اكو اتفاق بيناتهم اذا انسحب صار كذا. نعم. قلت لهم يابا الله بخير عليكم. فاضل له حق. بالمقابل الشركه تقول مين؟ صح. ماكو اسماء تنزل. ايه. بس بعدين الشركه متفضله نزلوا. وعاشر نزلوا اسماء كلها. نزلوا ايه جعفر وغفران وغفران وفاضل وأحمد سيد أحمد. وزياد واحمد فاخر فاخر ايه. كلهم نزلوهم. وهذه يعني لا مشكورين عليه طبعا، هذا حقوق لان ناس. هم كانوا بالبدايه إيه. قالوا ميم. ميم صح. حتى قلت بالاتصال لك وحتى كان- احنا حتى عندنا ميم جعفر تاني. ايه. ايه. فالمهم شو بعدين تباوسوا وبكوا. قلت لهم انتم عليهم بكيتوا صار لكم اسبوع مأذين وراكض وراكم بعد وتوسل شنو؟ فهاي المشكله اللي صارت يعني. ايوه تعرف هسه تعرف تفاصيلها؟ يعني انا ما حتى فاضل ما كان يجي على طول، ما والله مشتاق لك فاضل وين شو ما كنت. اي والله قام ما يجي. وجعفر ما حكى بالموضوع، فهسه اسمع تفاصيلها من عندك. بالتالي هم اخوان اثنيناتهم وشوف حتى امر لي حكينا انا واستاذ بشير الموضوع، وكان شخص قاعد قال لي مرتضى انت واحد غيرك يسقط بالعمل. قلت له ليش؟ عمل ما صار يعني. اوكي. وجهه الانتاج هذا حقها الطبيعي صدام. اي صح. حقها الطبيعي ما حد يقدر يفرض عليها. انا وجهه نظري انه مصطفى زماني راح ينجح العمل ويبيع لي، وهذا بشأنهم. وفعلا هسه هو فكرتهم دبلج بايران، دبلج بسوريا، وهاي لا روسيا. روسيا العفو. نسخه روسيه ونسخه ايرانيه. الدبلج. دبلجه. الدبلج. بالتالي هذا مكسب للدراما العراقيه طبعا. يعني اول عمل عراقي دبلج. صدرت اسماءنا طبعا بالعكس انا صفق لهم والله يوفقهم. لا ما عندي مشكله بهذا الموضوع. مو انت فنان يعني مدري اول مره تصير وياهم هيك عاقل. لا من جتني لان انت حاب السيناريو كلش حابه يا صدام والله كلش حابه. تعرف يعني رافد اتابع كلش امر لي. اتابع اي طبعا اتابعه. اضوج بمنطقه وافرح اشوف زملائي شلون متالقين. سؤال انت مرشح نريمان اي فرحان بادائها؟ جدا. بامر لي اي انا عاتبتها قلت انت نازله بامر لي اي المفروض ما تنزلين باي عمل. صدام والله لا تلوم الممثل العراقي من ينزل يا اخي. بس هي حقها تقول انا ذاك رمضان اشتغلت. اي صح. ذاك الموسم. اي يعني وهذا موسم لازم يجي. هذا موسم. بالتالي احنا اليوم صرنا مشكله لازم المشاهدات تسايرها، لازم تساير السوشيال ميديا. هي نازله بعمل يعني هو انصنع للسوشيال ميديا، هذا العملها الثاني يعني. والرجال ما رد يجيب طاريه. ليش ما تجي بس اذكر الاسم ليش؟ هنودي. وطن قصدك؟ اي هنودي المخرج. هنودي مستصغار يعني. هو انا احب ادلعك هنودي يعني. يحب هاي اللغط مال السوشيال ميديا ويصنع اشياء للسوشيال ميديا يعني تسوي ترند. هو يحب الترند. امر لي لا بعيد عن الترند. امر لي مشروع وطني، مشروع الترند مالته الوطنيه البي يعني. امر لي والساتر الغربي يعني ذني يتناولن الروح الوطنيه عند المجتمع. الحكايات اللي تستحق حكايات ان الشهداء تروى. اللي سقطوا. نعم فعلا الحكايات اللي تستحق ان تروى. مو استهانه بباقي الاعمال، بس يعني باقي اعمال اجتماعيه، دراما اجتماعيه وتناقش مواضيع، بس ذني لهم خصوصيه.
الترند مالتهن ونجاحهن بهاي المنطقه. بالتالي الممثل العراقي قلت لك حقه انه ينزل. يا اخي انت ما مطي 200,000 دولار على العمل حتى يتفرغ لك هاي السنه يعني بالزايد 10,000. اي لا حد يكذب يحمى بالاجور. لا حد يحمى بالزايد 10,000 هاي يمكن كلش زين يعني اي استغفر الله. شو تريد تصدق؟ نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. خلينا نحكي بالفاصل احسن. فاصل وراجعين. خلينا نغادر الساتر وآمر لي. اي وكل الحب والاحترام هالعملين يعني. اي طبعا. روح ما نقدر نحكي عنها لين تعرف. اليوم طلعت اول حلقه. اليوم طلعت. فأي تفصيله يجوز حرق للاحداث. اي بس شنو رايك بالتجربه؟ انا شايفها كلش حابها جدا ومتشوق لها جداً. ومن يعني اعتقد انت روجت لها قبل اكثر ما راجت للساتر. اي مو؟ اي بعدين انتبهت رغم هنا بطوله انت. وهناك هم بطوله بس تعرف شنو الساتر الغربي حتى نغادره. الساتر الغربي نقطه مضيئه مشرفه بتاريخي. هيك احب الساتر الغربي. روح احبه لعده اسباب. انا المفروض اشتغل مع استاذ حسن اعتقد من 2010. هذا اول عمل بيناتنا. اول عمل. ورحت السوريا كان اعلان حاله حب واستلمت النص واستلمت دفعه من الاجور. كنا انا وعلي جبار سمسم. اي ف والله جت سالفه على علي جبار. وراها صار حكايه اعلان حاله حب مال احمد هاتف. احمد هاتف هذا 2007. لا 2006. مصير الحب 2007. لا 2000 انا اتذكر 2009 لين كنت اصور الدهانه. اي 2009 اي 2009. فرحت وشبابنا كلها راحت سوت كاست. اي بهذا بمصير الحب اتذكر. اي بس انا وياك ما رحنا. انا مشيت مرشح بمصير الحب بس ما اعتذرت. شوف شنو المفارقه. احمد هاتف تحياتنا له كلش يحب الشباب تعرف. هو كان يجي يقعد بنصنا ويكتب عنه وكذا وشخصيته وشخصيه حيدر. فرشحني لبطوله مصير الحب وصار الاتفاق. ما رحت صار حكايه جامعيه. اشتغلت حكايه جامعيه. اول عمل لك. اول عمل لي. خلصت نجح العمل ما اعرف ايش كذا. اتصل بي مصير الحب. قصدك اعلان حاله حب. اعلان حاله حب العفو. رحت هناك اتصلوا بي قالوا حكايه جامعيه الجزء الثاني راح ننفذه. شلون ما اعرف شنو هذا مشروع كذا. رجعت عفت حاله حب 2013 او 12 اتصلوا بي بعمل ميم كان يصور استاذ حسن ببيروت. اتصل بي الحبيب الاستاذ علي جعفر السعدي. هم ما رحت يعني صار عندي ظروف يعني نتفق وراها ارجع اعتذر. بعدها بالعدلين استلمت الناس. صدق العدلين انا انت جزء من العمل. العدلين اي يعني انا اتذكر مره قلت لي انا عندي 3 سيناريوهات للعدلين بالتعديلات. 2 الاول العفو 2 الاول وبعدين التصحيح. بالضبط. اي ان درافتين. الاول كنت باربيل اصور غايب في بلاد العجائب. اي واستاذ علي السعدي دز لي اياه. نص يجنن. سيناريو مكتوب بطريقه تخبل. تاجل المشروع صارت كورونا ما اعرف شنو. بعد كورونا تصور تغيرت الشخصيات. تغير السيناريو كامل. تغير تماما. جاني السيناريو الثاني ما حبيته ما حبيت الشخصيه. بس اكو شخصيه بالعمل عنده مشهد واحد صدام ينخطف ويصير تليفون ما بينه وبين خطيبته. شخصيه تجنن. فخابرت استاذ علي السعدي قلت له طلب ورجاء. قال شنو؟ قلت له اريد هاي المشهد واحد. قال لي شنو؟ نعطيك شخصيه رئيسيه وكذا وهاي. قلت له ما حبيتها وما شفت نفسي بيها. ممكن تطول هذا المشهد؟ قال لي هذا اعتذار. قلت له والله مو اعتذار خب اقول لك اسف بس اريد اشتغل هذا المشهد. طلعوا من طي الشخص يعني وكذا متفقين وياه. فقلت له راحت. من اتصلوا بي الان رحت للشركه حسن. استاذ حسن صار فتره طويله ما شايفه. تحاضرنا كذا. الشركه اول عمل هي هم كذلك. اول عمل درامي. اول عمل درامي. اي بس في اوس مو؟ اوس اللامي هم فريم فيجن يعني. تحياتي لظافر وعبد الله واوس. الناس هم يشتغلون اعلانات. صدام خلي يزعل من عنده اي واحد. اجمل واعظم
واكثر شركه منظمه ومحترفه فريم فيجن اشتغلت وياها، وراح تشوف الكواليتي اللي هم بيه شلون معكوس على العمل. ناس منظمين وناس مهنيين وناس مع احترام لكل الشركات اللي اشتغلت وياها سابقا، بس دولة غير دولة يعني شكرا لهم على اللي يقدمون. فقلت لك شفنا استاذ حسن وكنا متواصلين قبلها انا ومحمد خماس المؤلف، وجيت وحاضرنا ما اعرف ايش، قريت الناس صدق الشخصيه بتتفوت وانا ما عندي شيء. مخلصين بخلص ساعه الغربي ما عندي شيء، قاعد وتجيك شخصيه يحلم بها اي ممثل. قلت له استاذ حسن اريد منك طلب. قال لي ها انت فليت ما تشتغل؟ قلت له زينوني صفر وحبسوني هنا بالشركه حتى ابقى حد ما يسمعوا التصوير. دخلت قلت لك اول عمليه استاذ حسن اكتشفت اب ومربي ومعلم فنان حقيقي، ولا يهونون كل مخرجينا محترمين وكل مخرجينا اباء، بس استاذ حسن يعني ما اعرف ثق صدام. بيوم ما عندي تصوير اشتاق للتصوير، اشتاق للاستاذ حسن، اشتاق لحيدر الشامي، اشتاق للبيان، اشتاق للشباب. شباب كلهم حلوين ويخبلون، وصارت كيمياء بينه وبينهم ونضحك ونشق اخوان. هي طبعا عادتنا بكل الاعمال، يعني احنا جيلنا احنا يسمونا اصدقاء الفنيين. جيلنا اني علي نجم، حيدر عبد الثامر، علي عبد الحميد، احنا نحب الفنيين نقعد نتغدى وياهم ونجمع يعني، لانهم كلهم اصدقائنا بالتالي. بس استاذ حسن كانت تجربه ويا غير، لذلك كلش متحمس لها. الموضوع اللي مناقشيها احنا مناقشين اصحاب متلازمه داون، دول شلون المجتمع مرات، مو كل المجتمع يتنمر عليهم، الاهل مرات يحسون ذولا عبء، والله ذولا رحمه بالبيوت صدام. يعني شايف عندهم نظافه من الداخل، وعندهم محبه، وعندهم طيبه، وعندهم حنان عجيبه. انا ذكرتها صبا قلت لها من نشوفهم اي ايش قد ما انت كنت مهموم يعطيك ايجابيه، والله صحيح، يعطيك ايجابيه بابتسامته بكذا طبعا وتروح وياه. طبعا يعني تجي مهموم، تجي ضايج، تجي متشنج، يا اخي بس تشوفها تسترخي، تنسى. يعني انا وزهوره اللي تطلع روح نقعد نلعب ونشاق واغني لها وهي بتستحي وعندها خجل يخبل. هذا الخجل. اي عندها خجل، فانا اغني لها وارقص لها مرات اصف اقول لها لا عمو، هي كلها تصيح لي عمو باعتبار طالع عمها يعني، ولا زالت يعني كل ما شوفني عمو تجي ركض وتحضني واشياء. فعشت متعه كبيره، حب واضح بعيونك. اي والله عشت متعه كبيره وكلش فرحان بروح، كلش فرحان. انت والاء ايش سويتوا العام؟ الخوات ايش سويتوا؟ اي يا اخي هاي اول مره يمكن تتواجهون؟ اي لا اشتغلنا بروح، العفو برحيق، بس مو بهيك شيء. لا ماكو، مو بهالمساحه. بنديه. اي لا مو بهاي، او بهيك قرب. دائما يجوز بيناتكم طرفين بالاعمال. اي طبعا شخصيات. اي بس بهذا العمل لا احتكاك كامل. لا محظوظ اللي يمثل وياها، انا حاكيها وحاكيها لها وحاكيها لاي واحد. محظوظ اللي يمثل ويا آلاء. شايف يعني انت شايف ميسي كانوا ورا تشافي وانيستا يكفون كل الفريق ويجوا يحطوا له، يقول له روح قول. آلاء هيك، آلاء تجي توصلك لمرحله ترتقي بادائك تقول لك يلا هاي القمه روح اصعد متعني روح، يعني توصل لك طاقه ايجابيه وكيمياء وتصعد وياك، تشوفك لا تجي توقف. وقفتني بمشهد مشاهد قالت له مرتضى وقف، انت مو هاي الشخصيه، ايش بيك؟ قلت شنو؟ قالت اهدى عندنا مرتين قالت لي هسه صح. هيك آلاء غيرها ممثل يكيف الممثل اللي قدامه شويه يضعف، انت شايفه ركبته ويجي شيء يقدرني. لا ما عندها. آلاء فنانه حقيقيه. قلت لك محظوظ اللي يمثل وياها. اكو عتب انا حكيته باحد الحلقات السابقه. هي والاستاذ اياد انا اعتبرهم مهمين جدا بالدراما طبعا، مو كوميدي، انا بعيد عن الكوميدي طبعا. فقلت لهم لا تبخلون علينا ابداعكم. يعني انا من اذا اشوف عمل مثلا اشوف اياد راضي هذا الممثل الكبير بالحب والسلام، او قنبر علي، هاي المتعه طبعا. انا حاب اعيش وياك دروس قدم. او آلاء حسين. آلاء مين ما تجيبها لا تتفق معاه هي من
الصف الاول، اول توب. لا نمبر 1. هي الاول. نمبر 1. احترامنا واعتزازنا لكل طبعا. لا الممثلات قطعا. لكن بجيلها ايه نمبر 1. بجيلها حتى بالجيل اللي بعدها. الجيل اللي بعدها لحد الان ما اشوف اكو نمبر 1، يعني ما صارت وحده نمبر 1. لا انا اشوف واحده. من هي؟ رفل. بدنا نحكي على تكون بطله اولى. رفل لحد الان ما ماخذه بطوله. بس من تشوف الاداء يعني جاي اشوف رفل تعاملها مع الشخصيه قريب من شلون الاء تهتم بالتفاصيل انا الشخصيه. نحكي بصراحه. اي ما حامض حلو وقع، جيت رفل شالت عمي. أي. نحكي بصراحه، وايد مسؤول عليها عن الكلمه يعني. لا جيت رفعت ايقاع حامض حلو. شفت له مشهد ذاك اليوم بالعالكس. هي وعلاء. انا نشرت يعني مال كيه لو مال هي وعلاء لا مال هي كاكاو. وعلي مال كاكاو وتحكي لا شنو هاي؟ هاي البنيه وين تمثل؟ بس انا اشوف بعدها اكو ممثله هي الان لها شأن كبير، بس راح تاخذ شأن اكبر بعد. جمانه كريم. جمانه مو انا ما نحسبها على الجدد. جمانه الجيل اللي بعد آلاء. اي جمانه بغيد ما ادري ايش سوت هسه بعائله اي إكس. عمل يعني والله يا صدق. البارحه صار في علي فاضل باتصال، وترجيت ان تكون ضيفه، وهاي قدام الكاميرا جمانه اترجاك. تعالي جمانه. اترجاك تكونين ضيفه قدام. هسه تخلص الحلقه مخابره. خلينا نسولف ونستمتع. يعني ماكو هيك اداء بغيد العام. طبعا. اجيت هالسنه شايف واحد يقول لك انا لازم انافس روحي واتفوق على روحي. بالعائله كذلك ما شاء الله متعه. عليه. ما شاء الله. بس اقول لك شغله صدق. انا اسف يعني من قلت. اي جمانه ارجع لاعمالها حتى السابقه، الاعمال اللي اشتغلتها بال 2007 و2008 تلقى ادائها منفرد. بس اكو نضوج هسه طبعا. اكو تكنيك عالي. لا طبعا. لا ما هو مرتضى مو نفس مرتضى كان بال 2009. لا اختلاف، نضج، اداء تغير. هو هذا الطبيعي. يعني الخبره التراكميه صدق. صح. يعني انت اول حلقه قدمتها مو مثل هسه. راح تختلف. صح ولا لا؟ أي. اول سيناريو كتبته مو مثل اخر سيناريو. صح. تصير عندك خبره. فالممثل الدور اللي اشتغله مو مثل الدور الاخير. بس قلت لك جمانه يعني حتى بذنيك الاعمال شوفها تحسها مميزه منفرده كانت. طورت تجربتها الان جمانه كل سنه. انا عن نفسي استمتع بادائها. يعني لا ننكر علي فاضل ودوره. يعني علي فاضل ما مشتغل وياني. وهاي مو دعوه حتى تشتغل يعني ما لها علاقه. لا ما بيش مخرج جيد. اي طبعا. علي فاضل كل الممثلين يشتغلون وياه يطلعون مختلفين. صح. الحقيقه هذه يطلعون من عنده تحس اكو اختلاف. اي اذا علي فاضل عنده طريقه خاصه بالتعامل مع الممثل. عنده طريقته الخاصه. الى طقوسه، الى تعامله، الى تفاصيل. مثل ما مرتضى راح تشوفه مختلف بروح. الى مخرج يختلف. اي طبعا. يعني مثل ما مرتضى بالساتر الغربي طلع مختلف. كحيل كان موجود. هواي استفاديت من كحيل. بالخوات هواي استفاديت من آلاء. هي مو عيب واحد يحكي. بالتالي احنا ما عندنا ممثل خارق، ماكو ممثل بالعالم يوصل مرحله الكمال. ايش ما تكون تحتاج واحد يوجهك، يذكرك، يعطيك ملاحظه بسيطه. اكو ممثلين لا يعني شنو على اساس؟ ليش على اساس؟ هذا الرجل هو نادر نفسه حتى يفيدني، دخل استفاد من عنده. وين القاها صدام قاعد يقول لا مرتضى يذكرني باحساسي. يذكرني بشنو؟ يذكرني براكور حركتي، براكور ادائي. بالعكس شكرا له. بالتالي بالشاشه من راح ينشاف؟ اني الجمهور من راح يقول ممثل ويصفق لي. ما يعرفون كحيل، ما يعرفون مصطفى الصغير وجهود مصطفى الصغير بروح. لا تقل اهميه عن جهود كحيل بالساتر الغربي مع كل الممثلين. مصطفى انت مع هذه التجربه بكل الاعمال الدراميه؟ اكيد. ودعوه لكل مخرجينا وكل منتجينا. بس يا ممثل يقتنع. بس انت دعوه. اي المخرجين دعوه لكل زملائي. بالعكس المخرج يفرح. طبعا. المنتج يفرح. بس شوف الممثل يقبل. التهيت احكي بكحيل ونسيت مصطفى الصغير. صدام مصطفى الصغير. يعني اتمنى تكون صبا موجوده الان، يكون استاذ اياد موجود. مصطفى كان له دور بروح فظيع. يعني ولد وصلت بيه مرحله شوي يعني خلينا نحكي شوي شخصيه عصبيه وعندها حديه وكذا. فمرات انسى شايف تقعد هيك داسي تعبان مصور لك فد جايب قبل 6 ساعات ومصور. فقعد هيك جاني قال لي بشرفك شخصيه قتيبه. قال لي قتيبه هيك قاعد؟ قلت له لا اسف.
ارجع اقعد يعني. شوف هيك مرحله وصل. مرات حركه الايد قال لي لا هاي زايده، قتيبه ما يتحرك هيك. جبت ملابس، قلت له خل البس ذني. قال لي عادي تلبسني بس بشرفك، قتيبه هيك البس. قلت له ها لا صح عمي لا. يعني خليك انت تقرر. طبعا بس هو يذكرك يقول لك انت عوف مرتضى، روح شو تريد تسوي بمرتضى سوي، بس احنا الان امام مسؤوليه شخصيه. خلينا نتحدد وفق الخط الرسمي الكاتب له واللي اتفق عليه المخرج. انا استمتعت وياك والله كلش حلوه الحلقه صدق، كلش حبيتها. خلصت هي المشكله. شرفك. اي والله. والله ما حسيت بالوقت. اتمنى لك التوفيق رضا. اشكرك اني. انا اقول رضا ومو مرتضى طبعا لا احنا يعني اشكرك. يعني مو قدامك كواليتي من البرامج اللي اشوف الحلقات واقول شو وقت راح اطلع بهذا البرنامج. بدو اروح لك شرف لي. الحمد لله وشكر. تحارشت اني ما ادري هي صارت صدفه على نجم انت مالك علاقه الدخل النفسي. لا انا مخصص لان الساتر الغربي الي. اي تعرف اكو بدايه حلقات وانا منتظر روح كنت يعني. اي انا شطان روح تطلع ببدايه. هو روح قررت الشرقيه سياستهم انه يعرضوها يعني بعد عائله اكس. اي خلاص عائله اكس وطلع روح. ان شاء الله يلاقي نفس النجاح اللي لاقاه الساتر الغربي، وانا مراهن على هذا الشيء. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا والله. انا اشكرك هواي صدق. ممتع واتمنى لك التوفيق والنجاح. اشكرك. ونستمتع باعمالك. اكيد 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 حبيبي. اشكرك. خلصت حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بحلقه اخرى وضيف اخر. تحياتي.